أثار المدرب وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي موجة من الانتقادات الحادة من طرف الجماهير المغربية بسبب ما وصفته بالمعاملة غير المفهومة التي يلقاها اللاعب الشاب عمر الهلالي الظهير الأيمن لفريق إسبانيول برشلونة. فرغم استدعائه للمرة الثانية تواليا إلى معسكر الأسود، لم يمنحه الركراكي أي فرصة للمشاركة ولو لدقائق معدودة، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول معايير الاختيار داخل المنتخب الوطني. الهلالي الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم في الدوري الإسباني الليغا، والذي يعد أحد أقوى البطولات في العالم، شارك أساسيا في معظم مباريات فريقه وواجه فرقا كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو، حيث أظهر أداء ثابتا جعل منه محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها مانشستر سيتي وبرشلونة نفسه. ورغم هذه المعطيات، لا يزال خارج الحسابات الفنية للركراكي، سواء في التشكيلة الأساسية أو على دكة